ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن أم سليمان النبي عليه السلام قالت له: بني، إياك وكثرة النوم ليلا، فإن كثير النوم ليلا يأتي فقيرا إلى الله. هذه فيها إشارة إلى صلاة الليل التي ثبتت بالأدلة الأربعة قرآنا وسنة وعقلا وإجماعا. نعم، هي واجبة على المعصوم ومستحب مؤكد على غير المعصوم، وقد وردت فيها كلمات العلماء الأعلام فضلا عن قنوات العصمة. النبي يقول: يا علي، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. يأتي رجل إلى أمير المؤمنين يقول: إني لا أصلي الليل. قال: إنك رجل قيدتك ذنوبك. الإمام الصادق يقول: إن الرجل ليكذب كذبة في الصباح فيحرم بها صلاة الليل ليلا. يعني سبحان الله، كأنما فعل ورد فعل. كثير من الناس لا يصلي صلاة الليل، فالإمام يقول له ويسأل: ليش أنا ما أصلي؟ كل ما ألمم روحي واستجمع نفسي أريد أصلي ما أقدر أصلي أبدا، لو تأخذ النوم لو ما أقدر أصلي. قال له: إنك رجل قيدتك ذنوبك. تبين أنه الذنب يكون حاجز وحاجب ويمنع الإنسان أن يؤدي صلاة الليل، سواء كان ذنبا ماديا أو كان ذنبا معنويا، كالغيبة والنميمة والكذب والرياء وسوء الخلق مع العيال. ورد في بعض الأحاديث في مسألة الغيبة أنها إيدام، يعني طعام كلاب النار، إن الغيبة أشد من الزنا. عندنا البعض من الناس يصلي ويصوم ولكن عنده مرض اسمه مرض الغيبة، حتى لو يروح للزيارة ما يتأثر، يذهب إلى المعصوم لا يتأثر من نور المعصوم. ليش؟ لأن أكو حجب ما بينه وبين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.